اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثالثه من بودكاست ما تزعلش. ناس جت قالت لي هو ما تزعلش دي معناها ان انا ابقى بني ادم ما بحسش؟ ازاي في وسط الضغوط اللي احنا عايشين فيها ما نزعلش؟ كمان الحقيقه الناس القريبه مني كل ما اتضايق من موقف او اي حاجه يقولوا لي ما تزعلش، ودي حاجه بسطاني. بس انا حبيت اوضح الفرق بين الزعل البسيط من موقف، لان احنا كلنا بني ادمين ممكن نزعل وممكن نتوتر، وبين ان انت تعيش في كآبة مفرطة وتعيش حياتك كلها تختار انت شايف الامور بشكل دايما سيء او حزين بشكل لا يتوقف. هنا لما بنقول ما تزعلش يعني احنا عايزين الاجمالي من حياتنا، المجمل من حياتنا، نكون عايشين مرتاحين وعندنا صفاء ذهن وعندنا هدوء نفسي. انما طبيعي اي بني ادم ممكن يتاثر باي موقف ويحزن شويه. بالعكس، ده احنا النهارده هنتكلم ان احنا اول خطوه في ان احنا نتبسط ان احنا نتقبل ان احنا نكون متضايقين. يعني ايه؟ مش المفروض ان احنا نحارب حزننا، يعني لازم نتقبله. يعني اول حاجه لازم نفهمها ان مشاعرك دي مش عدوك. يعني الزعل والغضب والاحباط مشاعر طبيعيه جدا، لو حاولت تنكرها او تهرب منها تفضل تطاردك. الفكره مش انك تمنع نفسك من الحزن قد ان انت ما تستسلمش ليه وما تسيبوش يسيطر عليك وعلى حياتك. المشكله ان احنا لما بننكر اصلا ان احنا زعلانين، يعني تحس ان انت متضايق او مكتئب، تلاقي نفسك بتقول لنفسك انا مش زعلان عادي، يعني وممكن من جواك تكون محطم او لازم اكون اقوى من كده وما ازعلش. يعني مش معقوله هتاثر بحاجه ضعيفه زي دي. اللي بيحصل لما بنيجي نحارب المشاعر دي بدل ما نفهمها بيخليها تفضل موجوده جوانا اكتر، زي ما نكون بندوس على كره ميه يعني او كره تحت الميه، كل ما ندوس عليها اكتر هتطلع لفوق اكتر وتطلع بقوه اكتر. فايه الحل؟ الحل الاولاني هو التقبل. يعني التقبل ان احنا معناه ان احنا نعترف بالمشاعر اللي جوانا بدون ما نقاومها او نرفضها. يعني معقوله حد ممكن يخسر حد عزيز او يفشل في حاجه، مشروع مثلا تعب فيه كتير قوي، او يتخدع في بني ادم، معقوله ما يحسش بالحزن؟ اكيد اكيد هيحس بيه، مش مشكله يحس بيه، المهم ان هو ما يغرقش فيه. هنتكلم في كذا نقطه بسيطه جدا جدا ازاي اتقبل حزني من غير ما اغرق فيه. يعني نمره واحد، خد وقتك وانت زعلان بس حدد خط النهايه. يعني الحزن ده محتاج وقته، ما ينفعش تفضل محبوس فيه للأبد. فادي لنفسك فرصة تعبر عن مشاعرك، بس حدد لنفسك المدة. يعني أنا هسمح لنفسي أكون زعلان النهاردة، لكن من بكرة هبدأ أخرج من الحالة دي، مش مكمل أنا كده. ما تخليش الحزن يبقى أسلوب حياتك بس، هي مرحلة وتعدي. يعني دي أول حاجة، خد وقتك بس حدد خط النهاية. طب رقم 2، اكتب. انتوا مش متخيلين سحر الكتابة. لما تكتب اللي انت حاسس بيه هتطلع كل اللي جواك، هتلاقي مشاعرك بتختلف كتير جدا 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 وبتبقى اوضح بالنسبه لك. ومش لازم تكون بتعرف تكتب او محترف، بالعكس يعني هات ورقه وقلم واكتب انا زعلان عشان 1 2 3 4، هتتفاجئ ان الحمل اللي جواك ده خف بشكل كبير جدا جدا. نمرة 3، أنا عارف إن هي ممكن ناس كتير تبص لها كده بطريقة مختلفة يعني، بس لو أنت حاسس إن أنت عايز تعيط اسمح لنفسك بده، عادي جدا. يعني البكاء مش ضعف، يعني البكاء ده تفريغ طبيعي جدا للمشاعر بتاعتنا. في دراسات كتير قوي بتتكلم عن أهمية البكاء، يعني بيقلل التوتر على فكرة وبيفرز هرمونات مهدئة للجسم. فلو حاسس إنك عايز تعيط اعمل كده بدون ما تحس بالذنب أو بالضعف. فاتنين، قلنا إن أنت تكتب كل اللي جواك. 3، ممكن تسمح لنفسك تعيط عادي. خش على 4، لما تبقى زعلان افصل شويه عن الزعل بقى، ما تعيش جوه. يعني بعد ما تعترف لنفسك بان انت متضايق عشان 1 2 3 4 ومشاعرك تبقى واضحه، ما تقعدش قاعد تفكر 24 ساعه. اطلع اتمشى، صلي، اسمع شويه مزيكا، كلم حد بتحبه، ارسم، اعمل حاجه بتحبها، انزل اتحرك. الحركه دي على فكره حاجه مفيده جدا جدا وبتخلص الجسم من المشاعر السلبيه دي بشكل لا يمكن تتخيله. لما بتشغل عقلك كمان بحاجه تانية غير الحزن اللي انت فيه بتريحه، بتفصله، بتشتته عن تفكيرك في الحزن. ورقم 5، افتكر ان ده كمان هيمر، زي ما قلنا قبل كده this too shall pass. مهما كان اللي حصل واللي حاصل هيخلص وهيعدي، زي ما عدى حاجات شبهه كتير قبل كده انت كنت فاكرها نهاية العالم بس عدت. عارفين الوقت اقوى طبيب نفسي بيجيب نتائج مع الانسان. يعني الوقت فعلا بينسي، time heals، والحياة دايما حرك لقدام، ما بتقفش في حتة. نقبل، يعني مشكلتنا مش في الحزن، مشكلتنا لو فضلنا محبوسين جواه. وان احنا نتقبله ده مش استسلام، دي خطوة اولى ان احنا نتحرر من زعلنا ده. وادي لنفسك وقت تعبر عن مشاعرك بس ما تطولش فيها. افصل وتحرك واعمل حاجة بتحبها عشان تطلع بره دايرة الزعل. وافتكر دايما ان ده كمان هيعدي. ده اول جزء جايين نتكلم فيه النهارده. هنراجع بسرعة كده عشان احنا عايزين الموضوع يمشي في سياق مرتب. احنا اتكلمنا في الحلقة الاولى والتانية على الزعل بيجي منين وبيعمل فينا ايه وليه المفروض ما زعلش، وابتدينا الحلقة دي بنتكلم على تقبل الزعل وازاي اتعامل في المرحلة اللي انا زعلان فيها. هنخش بقى على طول على اهم اسباب السعادة.
او ايه اللي يخليني انسان سعيد او عايش مرتاح ومبسوط. وهغششكم اهم واول سبب اللي هو الامتنان. فاكرين الكورونا؟ فاكرين لما كنا بنخرج من البيت كأنها مغامرة؟ بيت القهوة، الصلاة في الجامع، ان انت تزور حد من قرايبك، كل الحاجات دي كانت شبه مستحيلة. النفس نفسه اللي كان لسه بيتنفس كانت نعمة كبيرة. فاكرين لما ناس كتير راحت فجأة ومن غير وداع؟ وقتها كنا شايفين ان ابسط حاجة في الحياة هي عظيمة جدا جدا جدا. وعدت الايام ورجعت الحياة، بس للاسف نسينا قد ايه كنا محرومين، ونسينا بس نحس بقيمة اللي في ايدينا، ونسينا نقول الحمد لله على كل حاجة. بس الحقيقة في ناس منسيتش، ناس اتعلمت ان اول خطوة في طريق الراحة مش ان الحياة تبقى مثالية. الخطوة الاولى انك تشوف النعمة وتقول من قلبك الحمد لله. يعني ايه الامتنان يا جماعة؟ الامتنان مش مجرد شكر على حاجة كويسة حصلت. الامتنان هو انك تحس بالنعمة، تحس بيها وانت عايشها مش بعد ما تروح. يعني لما تيجي تقول الحمد لله مش بتردد جملة، انت بتقف بالزمن للحظة وتركز على الخير اللي موجود حتى لو بسيط. صحتك، الاكل اللي بيتحط قدامك، الناس اللي حواليك، حتى النفس اللي داخل وخارج من غير ما بتدفع فيه اي حاجة. الامتنان الحقيقي هو انك تحس بقيمة الحاجة وتبص للنعمة من جواك مش بعين التعود. الحمد لله ان ربنا رزقني بالحاجة دي، الحمد لله ان هو ما اخدهاش مني. عقلنا دايما بيجري ورا اللي ناقص، بس القلب لما يتربى على الحمد بيرتاح، بيشوف اللي موجود ويحس انه كفايه. الامتنان ده عظيم يا جماعه. الامتنان بيهدي التوتر وبيخفف الضغط. بيقول لك انت مش ناقص، انت مليان نعم بس مش شايفها. اللي بيشوف الخير بيهدى، واللي عينه دايما على النقص عمره ما بيشبع. الحمد لله بتفتح باب السعاده على الاخر. عارف اجمل حاجه في الشكر ايه؟ انه مش بس بيحسسك بالراحه، ده كمان بيفتح ابواب رزق ما كنتش تتخيلها. لان ربنا وعدنا ولئن شكرتم لازيدنكم. يعني لو شكرت هتاخد اكتر، مش بس فلوس، ممكن راحه، امل، فرصه، صحه، ناس كويسه حواليك. الشكر مش بس بيزود النعمه، بيخليها تكمل. فلما تقول الحمد لله انت مش بس بترد الجميل، انت كانك بتقول لربنا انا شايف النعمه ومستعد اشيل اكتر. والاجمل انك لما بتشكر ربنا بيرضى عنك، ولما يرضى الحياه كلها بتهدى. الحقيقه ان انا كنت في وقت من اوقات كثير الشكوى، يعني كنت دايما برضو ببص على الامور بشكل، يعني اي حاجه ببقى مضايقاني ببقى مركز قوي في تفاصيلها وببقى عايش جواها. وتعلمت الامتنان ده من واحد صديقي. الحقيقه صديقي ده كان كل ما اكلمه مهما كانت ظروفه، كان في اوقات ظروفه صعبه جدا جدا وعنده مشاكل كتير قوي، كل ما اساله اخبارك ايه يقول لي والله تمام الحمد لله وبكل صدق. كنت بقف مستغرب جدا 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 ان هو ولا مره اشتكى، رغم ان هو ممكن يحكي لي ان عنده مشكله ما في تجديد اقامته، ممكن الشركه اللي هو فيها قفلت، حاجات كتير قوي ممكن تخلي واحد عايش في ذعر. لكن دايما كان بكل حب والله الحمد لله. تساله في اي وقت يقول لك والله الحمد لله. لفت الايام والحمد لله بقى مشاكله كلها اتحلت، وبالعكس ربنا كرمه جامد جدا جدا. بس علمني ده. كنت بحب في الاخر اتصل بيه لان بحس بعد المكالمه ان انا مبسوط، غير ناس تانية كنت بكلمها احس ان انا مش عايز اكلمها تاني. فالحقيقه هو طبع انساني ملوش علاقه بالظروف. الامتنان كمان مش شعور بيجي من نفسه، يعني ده عاده بتتبني وسكه احنا بنسلكها كل يوم، بس عايز تدريب وعايز وعي وعايز قرار. تعال نشوف ازاي تعيش كل يوم بقلب بيقول الحمد لله. نمرة 1، قبل ما تنام عايزك تعد 3 حاجات حصلت النهارده تستاهل ان انت تحمد ربنا عليها. فكرة ممكن تكون حاجة بسيطة، ضحكة، أكلة حلوة سخنة، مكالمة مع حد بتحبه، لمة ظريفة، موقف كنت قلقان منه عدى على خير. فعايزك بالليل تقول الحمد لله عشان 1 2 3 4، ويا ريت تكتب ال3 حاجات اللي في يومك كنت ممتن ليهم. الأجانب عندهم حاجة اسمها gratitude list، لازم يكتب كل يوم هو ممتن من ايه. رقم 2، عايزك تخليك دايما جاهز بجملة الحمد لله، حتى لو هتقولها الأول كده بس لحد ما تشعر بيها. لما تتوتر قول الحمد لله، لما الدنيا تزعلك قول الحمد لله. مش لأن كل حاجة حلوة، لأن لسه في حاجات حلوة وإنك محتاج تفكر نفسك بيها. رقم 3، مش عايز التعب يعميك عن الخير اللي لسه حواليك. يعني أنا تعبان بس في حاجات بتسندني الحمد لله، قولها حتى لو مفيش غير نعمة واحدة واضحة هتلاقي بعدها نعمتين و3 و10. نمرة 4، شكر الناس جزء من الامتنان. ما تنساش من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني لما تقول لحد شكرا انك واقف جنبي، ربنا يبارك لك، كلامك فرق معايا جدا، انت مش بس بتطبطب عليه، انت كمان بتطبطب على قلبك انت. الشكر بيفتح القلوب زي ما الحمد لله بتفتح ابواب الرزق. اللي بيقول الحمد لله من قلبه بيشوف الدنيا بطريقه مختلفه، مش لان الدنيا بتتغير لكن لان عينه هي اللي بتتفتح على الخير. الامتنان مش رفاهيه، الامتنان هو وسيلتك انك تشوف النعمه وسط الدوشه، تشوف الامل وسط الضيق، تشوف ربنا وهو بيطبطب عليك من حاجات بسيطه. قول الحمد لله وصدقها، قولها وانت فرحان، قولها وانت تعبان، قولها حتى لو الدموع في عينيك. عايزك تتخيل معايا كده ان انت صاحي الصبح
بتقول الحمد لله على نفسي اللي طالع، الحمد لله ان انا صحتي كويسه، الحمد لله ان انا عندي شغل وفي غيري ما عندوش، الحمد لله ان انا متجوز وفي غيري ما اتجوزش. وابتديت تعد النعم اللي في حياتك، وكل واحد عنده نعم غير التاني، والفن ان انت تعرف تلاقيها. تفتكر لو انت عندك مشكله في شغلك او مشكله في بيتك، مش هتتكسف من كتر النعم اللي انت بتشوفها دي؟ ساعتها هتبص المشكله دي ان هي حاجه بسيطه جدا بالنسبه للكم اللي موجود من النعم. غير واحد تاني بيصحى الصبح، انا عندي المشكله الفلانيه، ربنا يستر، الحياه بقت صعبه. الاتنين دول مش زي بعض. اتعلم فن الامتنان، حياتك بجد هتتغير. درب نفسك تشوف دايما الحلو جوه الاشياء. اوعدك ان انت لو ركزت هتلاقي حاجات كتير جدا جدا جدا. بفكرك اول اسباب ان انت تعيش سعيد وما تزعلش هو الامتنان، هو شكر ربنا، وان انت تستشعر النعمه اللي عندك وتفكر فيها اكتر ما تفكر في اللي ناقصك. جرب والحياه كلها تتغير. الحلقه دي اتكلمنا عن ازاي نتقبل الحزن، وده اول خطوه ان احنا نتعامل معاه، واول خطوات عمليه ان احنا نعيش مبسوطين. بس يا رب تكونوا استمتعتم ببودكاست النهارده. انا اسمي محمد علاء، ان شاء الله مكملين مع بعض في بودكاست ما تزعلش. اشوفكم في الحلقات الجايه.